حرفيا الفيديو ده كان نفسي اعمله بقالي اكتر من شهرين مش عارف اعمله، وده بسبب ان الفئه الاقتصاديه في رينج ال 5000 جنيه طبعا بتبقى اكتر فئه الناس نازله بتشتري فيها، وبتبقى الناس كمان في نفس الوقت محتاره تشتري ايه. بس عشان ما نضيعش وقت كتير، احسن جهاز انا جربته في الفئه السعريه دي الريلمي سي 35. جهاز بمعنى الكلمه بيديك كل حاجه في نفس الوقت، بيديك سعر كويس، يعني قيمه مقابل سعر. بيديك بقى بطاريه، بيديك كاميرا، بيديك تصميم تحفه زي ما انت شايف. من غير كلام كتير تعالى يلا بينا نبدا الفيديو. بص، من اول ما تمسك الجهاز كده او اول ما تبص على الجهاز، تصميمه تصميم بلاستيكي كده. انت هتحس هنا ان الظهر جاي بخامات ازاز، ولكن بخامات كلها من البلاستيك، وده المعتاد من ريلمي يعني. الجهاز هنا بيجي بانعكاسات كده بتخلي الجهاز شكله حلو كده، مع اللون الاخضر مع اللون، تحس كده ان مع الاضاءه تحس ان الجهاز بيبقى لونه اصفر في اخضر، فبصراحه اللون ده تحفه. كمان الفريم بتاع الجهاز هنا مستطيل كده، لكن ده التصميم الجديد اللي موجود في الفئه السعريه دي، وموجود في معظم الاجهزه النهارده الجديده اللي نازله، كلها نازله بنفس التصميم. الجهاز بيجي ببصمه هنا مدمجه في زرار الباور، ليها كده حافه سفليه بين الفوق واللي تحت عشان تعرف تمسك البصمه كده وما تعلقش منك بمعنى صح يعني. الجهاز هنا كمان بيجي بمنفذ الشرايح على اليمين، بيدعم شريحتين وكارت ميموري. الجهاز هنا وزنه مش تقيل معايا خالص، يعني الجهاز هنا ما كانش تحس ان انت ماسك يعني حاجه مثلا 300 جرام. الجهاز هنا كان وزنه خفيف زي ما بقول لك، وفي نفس الوقت مسكته كويسه قوي في الايد. الجهاز هنا جاي عليه طبقه حمايه كورلون جوريلا جلاس 3، برضه حاجه كويسه بالنسبه للاسعار اللي موجوده حاليا. كمان نافذه الكاميرات هنا شبه الايفون بالظبط، يعني تحس ان انت ماسك ايفون الغلابه يعني بمعنى صح. 3 كاميرات هنا والفلاش فوق. الكاميرا ما فيهاش بروز قوي يعني، ولكن انت كده كده بتشتري له جراب كده كده بيحافظ لك على الكاميرا. وللاسف اصلا العلبه ما بتجيش معاها الجراب الشفاف، هو يا دوبك يعني الشاحن والابره والدبوس والكلام ده وخلاص كده. تقلب بقى الجهاز، بتخش على الشاشه هنا بحجم 6.5 انش بدقه فول اتش دي بلس، بتدعم تردد 60 هرتز عادي جدا. الجهاز ده بقى النقطه الوحيده اللي ممكن تكون فيه مش مشكله، بس كان يبقى الاحلى اللي هو 90 هرتز. انا اصلا كده كده بحب الواجهه بتاعت ريلمي، لان بصراحه ما بشوفش منها بج خالص. في نفس الوقت واجهه سلسه جدا، لما بتيجي مثلا تصفح وبتلعب العاب والكلام ده بتبقى كويسه جدا، وما بتشوفش منها اي مشكله يعني. والحواف اللي فوق وتحت بصراحه هي مش احسن حاجه، ولكن احسن من المنافسين اللي نازلين في نفس الفئه السعريه. تجربه الفيديوهات عليها كويسه قوي. لو انت واحد بتلعب العاب او مهتم مثلا بالالعاب وبالتصوير مثلا والفيديوهات زي ما قلت لك، فهيكون كويس قوي معاك. وفي نفس الوقت هنا الجهاز هنا فيه برضه مشكله صغيره، جايب ووتر دروب نوتش. التصميم ده بقى تصميم قديم قوي قديم قوي قوي من هنا للسنه الجايه، فاهم؟ نفس فول بانش بصراحه في الفئه السعريه دي هتميزك عن اي شركه تانية من الشركات التانية. مش عارف صراحه ما بيفكروا ازاي، بس هم حرين بقى، فاهم؟ الجهاز هنا بيجي بنسخه واحده 4 رام مع مساحه 128. هنخش بقى على ثالث حاجه، واللي هي المعالج هنا الناس كلها خايفه تشتريه، عشان مش لا هو كمان سناب دراجون ولا هو ميديا تك. المعالج هنا جاي من شركه اسمها يونيسوك. طبعا المعالج ده كويس، ومش احسن حاجه ومش اوحش حاجه، يعني حاجه كويسه مش وحشه، بس في ناس كتير ما تعرفوش، فعشان كده انا بقول لك المعالج ده كويس ما تقلقش منه. تايجر تي 618. المعالج ده عشان تبقى فاهم كارقام بيعادل ميديا تك هيليو جي 80 85. لو انت واحد بتلعب العاب او جايب الجهاز ده عموما عشان الجهاز يكون اداؤه كويس معاك وخايف من المعالج، لا ما تقلقش منه. ما كانش بيسخن قوي معاك، فمعالج كويس قوي ما تقلقش من اي حاجه. الجهاز ده كمان بيجي بمعالج رسومي اللي هو المالي جي 52 من نوع ام سي 3. فلو انت واحد بتلعب العاب، لو انت مثلا جايبه البابجي، جايبه كول اوف ديوتي، فورتنايت، الالعاب اللي هي التقيله شويه، فهو بالنسبه للفئه السعريه بتاعته حاجه كويسه مش وحشه. بالاضافه بقى للمعالج وكل حاجه حلوه في الجهاز ده جاي كمان بطاريه 5000 مع شاحن سريع 18 واط. والحمد لله ان الجهاز جاي بمنفذ تايب سي الحمد لله يعني. الجهاز ده للاسف في حاجه رخمه شويه، ما بيدعمش الصوت الاستيريو. بشوف اجهزه كتير قوي من شركه شبه انفينكس بيجي حاجات ستيريو في رينج ال 4000 جنيه، فبصراحه حركه رخمه شويه يعني، يا ريت نظبطها شويه. الجهاز هنا كمان بيجي في الفريم السماعات بتاعته، وكمان بيجي المايك والوصله 3.5 مللي، وزي ما قلت لك في اول الفيديو منفذ الشرايح، وكمان الصوت الزرار اللي بيعلي وبيوطي. وهنا عندك قارئ البصمه موجود في زرار الباور لوحده هنا في الفريم. الجهاز ده ما فيهوش خاصيه ان اف سي. الجهاز ده بيدعم طبعا الجي بي اس بقى والبلوتوث، وعندك الفيس انلوك وكل الكلام ده. الكاميرا هنا بقى جايب بثلاث كاميرات، كاميرا 50 ميجا بكسل وكاميرا 8 ميجا بكسل والكاميرا الاخيره 2 ميجا بكسل. الكاميرا الاساسيه يعني مقبوله في الفئه السعريه، وكمان السوفت وير بتاعه ريلمي، فانت عارف يعني بتطلع صور كويسه. اللي جرب ريلمي قبل كده الصور بتاعته كلها يعني، انت لو جبت جهاز اصلا رخيص الكاميرا بتاعته بتطلع كويسه. مش فكره عدد ميجا بكسل، فكره ان الجهاز المعالجه بتاعه السوفت وير كويسه.
هنا الصور كانت بتطلع معايا مش هنقول احسن حاجه، ولكن هنقول بالنسبه للسعر احسن حاجه. الجهاز ده طبعا ما بيدعمش تصوير 4K في الفيديوهات، وده اساسي طبعا في الفئه السعريه دي. بيدعم تصوير فيديوهات لحد 720. الجهاز ده بيدعم وضع دارك مود، وده طبعا موجود في كل الاجهزه، وانا بجرب عليه الالعاب بصراحه كان كويس يعني، ما اداؤه كان كويس وما كانش يعني طبعا ما كانش احسن حاجه، ولكن بالنسبه للسعر زي ما اقول لك كل ما اجي اتكلم هقول لك بالنسبه للسعر، لان برضو السعر هو اللي بيحدد الجهاز هيكون كويس ولا بالنسبه للسعر بتاعه هيبقى ايه. جربت البصمه برضو، البصمه كانت سريعه، بقري البصمه ما غلطش معايا ولا مره، تشوفها دلوقتي في الكاميرا. الجهاز حرفيا ما غلطش معاه ولا مره، فبصراحه يعني حاجه كويسه قوي، سريع جدا، بيفتح معايا اقل من ثانيه كان بيكون فاتح. بس كده، فدي كانت مراجعه كده سريعه عن الريلمي سي 35. فده بصراحه كان من احسن الاجهزه ان انا شفتها في الرينج ده. جهاز بصمته كانت سريعه جدا معايا، معالج كان كويس، بطاريه كويسه، في شاشه كانت يعتبر كويسه، وكمان الشبكه بتاعته زي ما قلت لك كانت كويسه، وفي نفس الوقت اداء المعالج بتاعه كان يعني ممتاز، مش هنقول عليه وحش. بس كل اللي انا قلت عليه ده، كل اللي انا حكيت لك عليه دلوقتي في رينج السعر بتاعه. بس كده، استنى الفيديوهات الجايه ان شاء الله. لو انت اول مره تشوفني اعمل لايك وتعمل سبسكرايب عشان قربنا نوصل ل 3000 مشترك. وبس كده، اشوفك الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.